السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض ألذ وأحلى غريبة في البيت هتعمليها بكل سهولة. انسي إن هي تفرش معاكي أو تبصم معاكي أو تحصل لها أي مشكلة. النهاردة إن شاء الله هقولك على كل تفاصيل وتركات ألذ وأحلى غريبة هتعمليها في البيت بطريقة المحلات وأحلى كمان. النهاردة إن شاء الله هقولك كمان إزاي تحلي أي مشكلة في الغريبة بتاعتنا، وإزاي إن هي تطلع مدورة وما تفرش منك وتطلع حلوة بالشكل اللي حضراتكم شايفين، وكمان ازاي ما تاخدش لون معاكي لا فوق ولا تحت. يا ريت لو اول مره تشرفيني شرفيني باشتراكك، هكون سعيده بيكي. وطبعا متابعتك ليا شرف كبير. انزلي كمان حطي اللايك وكومنت جميل زيك برايك في الوصفه، ويلا نشوفوا مقاديرنا ونسمي ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، صلوا عليه. كل سنه وحضراتكم طيبين. يلا نبدا الفيديو بتاعنا ونشوف مقاديرنا ايه. بصوا حبايب قلبي، اهم حاجه السمنه بتاعتك تكون طالعه من التلاجة. ما ينفعش تستخدمي سمنه تكون بدرجه حراره الغرفه. اهم حاجه تكون طالعه من التلاجة، علشان احنا عايزين السمنه بتاعتنا تبقى ماسكه نفسها وتبقى متجمده، ما تكونش سايحه وما تكونش كمان يعني بدرجه حراره الغرفه. تمام. اهم حاجه زي ما قلت لكم تكون طالعه من التلاجة. انا معايا هنا كوبايتين من السمنه، كوبايه من السكر البودره. هفضل اضرب فيهم كده حلو جدا جدا لحد القوام ما يبقى كريمي ويبقى قوام فاتح شبه الكريم شانتيه زي ما بقول لكم كل مره. تمام. الغريبه من النواعم الحساسه جدا جدا جدا، ما ينفعش اي تركايه فيها او اي خطوه هتتخطيها ممكن تعمل لك مشكله في الغريبه. تمام. فتابعي الفيديو للاخر علشان تعرفي كل تفاصيل وتركات الغريبه بتاعتنا الدايبه الجميله اللي حضراتكم شفتوها في اول الفيديو. تمام. انا هنا ضربت السمنه مع السكر حلو جدا جدا. السكر طبعا سكر بودره، ما ينفعش سكر حبيبات علشان هيخرز منك وهيخلي الغريبه بتاعتك تفرش منك. تمام. ومش هيبقى حلو جدا، يعني هتبوظ الوصفه معاكي لو حطيتي سكر حبيبات. تمام. اهم حاجه تطحني السكر حلو جدا جدا وتنخليه كمان. تمام. انا هنا ضربت السكر حلو مع السمنه لحد القوام ما تقل معايا، والقوام بقى فاتح وكريمي زي ما حضراتكم شايفين كده. بصوا ما شاء الله، بصوا القوام معايا بقى عامل ازاي. لا هو سمنه ولا سكر، يعني بصوا ما شاء الله حاجه كده تحفه بجد، حاجه جميله جدا جدا. تمام. وصلتي للقوام ده يبقى انت كده تمام، الغريبه هتطلع معاكي زي الفل. ضربنا السكر والسمنه لحد ما وصلنا للقوام ده. تمام. هننزل بقد ايه دي؟ هننزل باربع كوبايات من الدقيق. يعني بصي خليكي كده ماشيه خطوه خطوه وبالراحه. يعني اضربي 4 2 1. تمام. 4 2 1. يبقى احنا عملنا ايه؟ ضربنا كوبايتين السمنه مع كوبايه السكر البودره، وبعد كده نزلنا ب4 كوبايات من الدقيق. تمام. انا هنزل ب3 ونص كده، وهخلي النص في الاخر جنبي لحد ما اشوف قوام العجينه معايا. تمام كده حبايب قلبي. مش هنحط اي زيادات ولا اي حاجه خالص خالص، ولا اي روايح ولا اي حاجه. تمام. طبعا الدقيق هتنخليه مرتين، والمره الثالثه هتنخليه وانتي بتعجني. خلاص. انا هنا بوريكم بقول لكم هنا انا حطيت اللهم صل على سيدنا محمد. انا حطيت حبه من الدقيق كده ركنتهم على جنب علشان اشوف القوام معايا. تمام. يعني بصوا ما تركزوش معايا في الكركبه اللي جنبي، علشان طبعا انتوا عارفين مخبوزات العيد وكحك العيد وبسكوت العيد، فبتبقى الدنيا متبهدله عندك في المطبخ. ف يعني اعذروني. تمام. انا كنت شغاله معاكم والله في كذا حاجه، بصور لكم كذا فيديو، فعلشان ينزل لكم بدري وتلحقوا تعملوه. تمام. طبعا انا هنا ما بعجنش، انا هنا بقلب بس بصوابعي، يعني بشرب الدقيق مع السمنه او مع خليط السمنه والسكر لحد القوام بتاعي ما يتظبط والدقيق كله يتشرب. هنا بشوف العجينه كده بايدي التانية اللي هي النضيفه اللي انا ما حطيتهاش في العجينه او ما عجنتش بيها. تمام. بدور كده او بقلب كده او يعني بمسك حته كده كوره او عجينه من الكوره من العجين، يعني بكورها بين ايديا كده وبشوف لو شققت معايا يبقى لسه محتاجه دقيق معايا. بضيف لها هنا كده، انا لقيتها مشققه معايا فانا رحت ضايفه لها معلقتين الدقيق اللي كانوا باقيين او حبه الدقيق اللي كانوا باقيين من ال4 كوبايات. يبقى احنا استخدمنا ال4 كوبايات كاملين. لاحظي انك انت ممكن لو استخدمتي دقيق على السمنه بتاعك، شوفي هيستخدم قد ايه دقيق او هياخد معاكي قد ايه، علشان نوع الدقيق من نوع لاخر بيختلف. تمام. في دقيق بيمتص السوائل او المواد الدهنيه، وفي اسفه بعتذر والله في دقيق اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله.
في دقيق بيمتص السوائل والمادة الدهنية، وفي دقيق لأ. فلاحظوا خدوا بالكم من المرحلة دي علشان ما تبصش منكم. هنا كانت بصوا ما شاء الله كانت معايا اتظبطت كده، كورتها وبصمت عليها لقيتها ما بتفرش مني او ما بتشققش مني من على الجوانب. فيبقى كده خلاص كده تمام، العجينة بتاعتي اتظبطت. هبدأ كده اغطيها وابدأ اجيب اللولي بتاعي. انا معايا اللولي اللبني ده واللولي الذهبي. تمام، عندك فضي، عندك اي نوع لولي، عندك مكسرات، فستق، بندق، لوز، سوداني، الموجود عندك واللي بتحبيه اعمليه، والمتاح عندك استخدميه. تمام، انا هنا جبت اللولي ده. تمام، هو بيتجاب من عند العطار، هاتيه من عند عطار، هاتيلك حتى لو ب20 جنيه كده هيعمل معاكي كمية حلوة جدا. تمام، بدأت كده اجيب الصينية. الصينية انا مش دهنها اي حاجة خالص تماما، ما فيهاش اي مواد دهنية ولا اي حاجة. الصينية طبعا مش مدهونة. فهبدأ اكور كده طبعا زي ما حضراتكم شايفين اهو. انا بكور كده وبحط في الصينية جنب بعض علشان ابدأ احط اللولي. انا هكور معاكم كام واحدة كده واعرفكم كده واوريكم انا بكور ازاي وبحط اللولي ازاي اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا ما شاء الله انا بحاول اظبطها. طبعا الكرة دي في ايديكي انت، يعني حاولي انك انت تعمليها زي المحلات كده، زي ما بتشتريها من بره وبتشوفيها بره. فحاولي انك انت تخليها صغيره ما تخليهاش كبيره. تمام، لاحظي ان هي يعني هتكبر سنه او هتفرش معاكي سنه في الفرن. في السوا طبعا بيختلف عن الحاجه لما تكون لسه قبل السوا. تمام، او بتكون لسه عجين. خلاص انا هنا بحط اللولي بتاعي اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. من فوق كده بحط لها واحدة او اتنين على حسب ذوقك، براحتك يعني. اللي انتي حباه اعمليه. خلاص اهو بصوا انا حطيت اللولي عامل ازاي. حطيت اللولي، كورت كده الكور بتاعتي وحطيت اللولي كده من فوق. تمام، هعمل معاكم برضو كام واحدة علشان تشوفوا بعينيكم قدامكم عملي علشان تفهموا اكتر. تمام، بصراحة الغريبة من أسهل النواعم العيد اللي انتي هتعمليها في البيت. هي مكلفة شوية لكن حلوة، وفي نفس الوقت ما بتاخدش وقت خالص لا في السوى ولا في العجينة بتاعتها. تمام، طبعا الغريبه ما بتاخدش اي لون، يعني لا فوق ولا تحت. لو حابه انك انت تديها لون ذهبي زي ما انا بديها لون ذهبي بسيط جدا جدا، يعني لون اشقر كده من تحت، براحتك اعمليها. بس انا بحب ان انا اديها بصراحه لون بسيط كده، يعني بصوا لون ذهبي بسيط قوي 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 من تحت. تمام، لكن من فوق ما بخليلهاش اي لون، ما بتشغليش عليها الشوايه خالص. خلاص انا هكمل الكميه كلها بنفس الطريقه اللي حضراتكم شفتوها دي لحد ما اخلص الكميه. هنا كنت خلصت. هبدا كده اخد الصينيه بتاعتي او الصاج بتاعي وابدا ادخله الفرن. طبعا دخلت الغريبه بتاعتي في الفرن واستوت معايا وبقت بالشكل والجمال والحلاوه اللي انتوا شفتوها دي. بصوا ما شاء الله حاجه كده بصراحه تحفه. هي دي الغريبه وطريقه الغريبه الصحيحه اللي هي مقاديرها مظبوطه 100%. يعني هتعملي احلى غريبه في الدنيا من غير ما تفرش منك ومن غير ما هتبصم منك. بصوا ما شاء الله طبعا انتوا مش هتروحوا ناحيتها خالص الا لما تبرد، يعني هتسيبوها لما تبرد عشان تعرفوا تمسكوها. طبعا بصوا اللون بتاعها، انا وريتكم اللون بتاعها مش واخده لون معايا تحت خالص في صاج، بس انا عملت له وخليته لون ذهبي بسيط من تحت. فانتوا براحتكم، يعني اهم حاجه تظبطوا السوا بتاعها. طبعا هي ما بتاخدش نار عاليه، بتبقى درجه حراره على 180 في الرف الوسطاني هتستوي معاك. وهتبقى طبعا الفرن بتختلف من نوع لنوع، من فرن لفرن. تمام، بصوا بالشكل ده. بصوا الجمال، بصوا لونها خطير، شكلها تحفة بصراحة، تحفة تحفة تحفة. يعني لازم تجربوها بجد، ما فرشتش مني. هي لازم بتزيد حبة معاكي شوية، هي الطريقة الصحيحة. لكن ما فرشتش، ما بصمتش مني، ما عملتش اي مشكلة معايا. جربوها.